من كتر ما اتخدعنا وانضحك علينا في ناس كنا فاكرين في يوم من الأيام إنهم أقرب ناس لينا من روحنا، ومن كتر ما بقينا نشوف حوالينا من غدر أقرب لصحاب والحبايب أو اللي عاملين نفسهم صحاب وحبايب، الواحد بقى عنده حالة رعب وفوبيا من الموضوع ده للأسف. بقينا بنخاف من كل الناس اللي بتحاول تقرب لينا، بقينا نخاف نتوجع ونتخدع تاني. أصل إحساس الغدر ده بشع قوي، إحساس إنك تآمن لحد تأمنه على مشاعرك، على أسرارك، على قلبك، على أحلامك، وبعد ده كله يطلع في الآخر خاين ومش قد الأمانة دي. تكتشف إنك كنت مخدوع في هالة النور اللي راسمها حواليه ومخليك معمي عن حقيقته، مخدوع في الكلمتين الحلوين اللي بيخدر إحساسك بيهم، وهم كلهم سم عشان تموت بالبطيء من غير ما تقدر تقاوم. وتفضل تسأل نفسك طول الوقت انت ذنبك ايه عشان تتخدع وينضحك عليك وعلى قلبك؟ ذنبك ايه عشان أجمل أحلامك تتحول لكابوس بشع نفسك تفوق منه؟ ذنبك ايه ان اللي اديتهم الأمان هم اللي طعنوك وقضوا عليك؟ ذنبك ايه؟ ذنبك ايه انك صدقت حاجات كتير كانت بتتقالك كل ده كذب ما تصدقش؟ ذنبك انك اديت الأمان وحاجات كتير كانت بتقولك ما تأمنش؟ ذنبك انك حبيت من كل قلبك ودست على نفسك وتحملت حاجات عمرك ما كنت تقبل انك تتحملها في يوم من الأيام، بس اتحملتها وقبلتها عشان عشقت. هو ده ذنبك، وبعد كل ده مش عايز تتعقد ويبقى عندك فوبيا؟ ده كويس انك لسه بتتعامل مع بني آدمين من الأساس، كويس انك لسه قادر تحتفظ بجزء ولو بسيط من روحك وعفويتك. بس يا ريت الناس لما تلاقي حد عنده حالة رعب وفوبيا من الخيانة والوجع ما تزعلش، تعرف انه مش بإيده ولا بمزاجه انه يبقى بيتكلم ويضحك وفاتح قلبه ومرة واحدة يقفل على نفسه ويكون متحفظ في كل كلمة وكل حرف بيطلع منه، لأنه غصب عنه بيفتكر سكينة الغدر اللي اتغرزت في قلبه من غير رحمة، بيفتكر مرارة الألم اللي عاشه قبل كده وما عندوش استعداد يجربه أو يعيشه تاني.